ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا عايزين نوفر في حاجة المدارس ونعملها في البيت عشان هتفرق كتير قوي في السعر وفي نفس الوقت تبقى حاجة نظيفة. عايزين نعمل دلوقتي فاكهة الموسم اللي موجودة دلوقتي معانا، التين. ممكن ان احنا هنجيب التين ونغسله ونعمله، هتفرق كتير قوي قوي في السعر وحاجة نظيفة وتكوني مطمنة انك انت عاملاها بايديكي في البيت. وبصوا بالشكل ده احلى بكتير من بره، يعني طعم ونظافة وتكوني حاجة واثقة منها. هنبدأ دلوقتي مع بعض بالمقادير. هنعمل التين زي ما احنا شايفين كده. حبات التين كبيرة معانا لكيلو التين، نص كيلو سكر عادي. حبات التين كبيرة طبعا. احنا هنغسل التين الاول وبعدين نحطه في مصفى لغايه لما يتصفى وبعدين هنقطعه كده. حبه التين ممكن تقطعيها تقريبا على 8 لان هي الحبايه كبيره شويه. هنقطعها كده كلها. هنحط عليه نص كيلو السكر على كيلو التين، هنقلبه في بعض وهنسيبه ممكن 3-4 ساعات، مش اكتر من كده. يعني لو حابه تحطيه اكتر مش مشكله، حسب وقتك اللي انت ممكن تعملي فيه. هغطيه واحطه في التلاجة شويه وبعدين هرجع تاني. بيكون نزل السكر، نزل المية بتاعته والسوائل بتاعت التين. هحطه كده في الحلة على النار. هنزل السكر اللي فيه كله، هحطه. اول ما يبدأ يغلي ههدي النار عليه. مع التقليب على طول ايديكي تبقى مع التين وهو بيتقلب علشان ما يتلسعش من تحت على النار. هتشيلي الريم اللي على الوش. خدي بالك ان ما يبقاش فيه ريم على الوش خالص عشان دون بيخلي المربى تحمض. وبعدين معانا عصير ليمونة لما يكون بدأ ان هو يدخل في السوا شوية او يغلي شوية. وبعدين معايا حوالي 10 حبات قرنفل، انا حطيتهم في مصفى كده. دي بغطا بتتحط، ممكن يعني بدل ما تحطي القرنفل كده ممكن تحطيه كمان في شاشة وتربطيها عشان ما يروحش القرنفل في قلب المربى. هتسيبيه لغاية لما يبدأ يدخل في السوا. بصوا القوام بتاع المربى لما تلاقيه لونها بدأ يبقى شفاف خالص. وبعدين بتحطي كده بالمعلقة او بالكبشة وتعمليها كده بصباعك، تحس ان هي ما بتنزلش على طول. او ممكن تحطيها تختبريها في طبق وتلاقيها بدأت ان هي تجمد شوية. خدي بالك قوي من القوام بتاعها. بصي اللون بتاعها بقى حلو ازاي. وبعدين معاكي البرطمانات الازاز تكون متعقمة كويس وتكون نظيفة. انا حطيتهم في الفرن شوية او في الميكروويف شوية علشان يبقى فيهم السخونية وتكون متعقمة. بدأت احط كده في البرطمانات الازاز بالشكل ده. بصوا ده الشكل بتاعها. طعمها خطير الحقيقة يا جماعة. على فكرة طعمها فعلا بيفرق عن المربى بتاعت بره وفيها توفير كتير قوي. بصوا ده الشكل النهائي بتاعها. وحلوة مع السندوتشات للولاد، للفطار، للعشاء، في البيت، وتبقى عندك في اي وقت خرجيها. بصوا القوام بتاعها حلوة جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.